أشارت صحيفة ديفينزا سنترال المدريدية إن المدير الرياضي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي معجب بأداء اللاعب الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي، وبيكلم إدارة النادي للتعاقد مع اللاعب. وقدم اللاعب الكوري الجنوبي مستوى يقال عليه ممتاز مع النادي الأزوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولفت المدافع الكوري أنظار كارلو أنشيلوتي بعد المستوى العالي في البطولة. واللاعب مرتبط مع النادي الإيطالي بعقد لمدة 3 سنوات وهينتهي في 2025، واللاعب بيرتبط مع النادي بشرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو. وبيدرس فلورنتينو بيريز إمكانية رحيل ناتشو بنهاية الموسم أو يقوم بصفقة تبادلية بين الناديين للحصول على خدمات اللاعب. ومن المرجح ان بيريز يدخل مندي وادروزولا في صفقة تبادلية بينهم وبين اللاعب الكوري. وياريت تكتب لنا رأيك في الكومنت، هل النادي الإيطالي هيوافق على الصفقة التبادلية ولا هيعقد الصفقة ويتمسك ب50 مليون يورو الشرط الجزائي للاستغناء عن خدمات اللاعب الكوري؟